صباح الخير. صباح النور. ايه ده كده؟ طمنتيني على مستقبل الصحافة، حلوة ورشيقة. اقعدي يا سلوى ياسين. الله، اسمك حلو. وده حقيقي ولا تركيب؟ لا مش فاهمة. يعني اسمك حقيقي ولا مألفة اسم سينمائي عشان يبقى سهل يتحفظ؟ لا ده اسمي الحقيقي، سلوى عبد العزيز ياسين. وبتشتغلي في انهي جورنال؟ في السهم. عاطف كان بيشتغل هناك، زميلته يعني؟ تقريبا. وعاوزة عاطف في ايه؟ عاوزاه في شغل. ايه نوع الشغل ده؟ الجورنال طلب مني تحقيق عن ظاهرة التسول والبلطجة اللي في الشوارع، وانا عايزه اعمل تحقيق ميداني وانزل الشارع بنفسي، وعاوزه عاطف هو اللي يصور لي الموضوع. واشمعنى عاطف؟ ما اي مصور من الجورنال بتاعكم. لا ما انا مش عايزه اي مصور وخلاص ياخد لي كام صوره على الماشي، عايزه يبقى معايا وملازمني وبرضه يبقى حمايه ليا. ايه في حاجه حضرتك؟ طبعا عاطف خلاص كبر ومشاغله بقت كتير، وشغل المجله ده كله تقريبا هو اللي شايله لوحده، ومهما كنتي غاليه عليه وقته ما يسمحش، وحكايه التصوير دي خلاص مرحله وعدت. بس هو بيحب التصوير. الحب حاجه والشغل حاجه. انما انتي ما قلتيليش ايه علاقتك بيه وعاوزاه امتى؟ عاوزاه الليله دي او بكره بالكتير. خساره يا سلوى ياسين، حظك قليل. عاطف في مأمورية بره ومش هيرجع قبل يومين 3. اكون خلصت التحقيق بتاعي. بالتوفيق يا حبيبتي. انت لاقي على الموضوع اللي انت بتعمليه وعلى الجورنال اللي انت شغاله فيه. انت مش ناهجك اشتراكي برضو؟ مش مهم بقى. متشكره قوي يا مدام نجوى. سعيده اني شفتك ونبقى نشوفك ان شاء الله، رغم ان الفكر مختلف. من الكلب عاوز يلعب بديل، مش قادر يصبر. زي حضرتك. زي حضرتك انت. اقفل الباب. اقعد. خير، في حاجة؟ مالك مش على بعضك كده زي ما تكون عامل عاملة؟ على فكرة الطقم بتاع حضرتك شيك جدا. سينيه أصلي ومن بره صح؟ احنا مش في هدومي دلوقتي من بره ولا من جوه، مش ده موضوعنا. تعرف بنت صحفية ناشفة كده ومعصعصة اسمها سلوى ياسين؟ دي كانت بتشتغل. هو اسمه ايه ده؟ دي مالك مرعوب كده ليه؟ زي ما تكون مراتك اللي بتخوفك بالليل. يا أستاذة دي زميلة كانت بتشتغل في جورنال السهم، وحضرتك عارفة إن أنا كنت بشتغل في جورنال السهم. أصلها جت تسأل عليك هنا، أنت هربان منها ليه؟ هي قالت لك إن أنا هربان منها؟ لا ما قالتش، بس أنا حسيت. طب وأنا أهرب منها ليه؟ إحنا علاقتنا كلها ود. ما هو باين الود اللي بينكم. كانت عاوزاك تصور لها تحقيق صحفي يشبه لها كده عن التسول. وحضرتك قلت لها إيه؟ قلت لها إنك خلاص ماضي عقد احتكار وبطلت الشغل القطاعي وما عندكش وقت تجامل فيه حد. صح؟ طبعا. اللي حضرتك تشوفيه. عندك شغل مهم. جاهز. هتسافر العجل في حفلة في فيلا سورها عالي قوي على حمام السباحة، فتة ولحمة وممبار. على حمام السباحة؟ أيوة على حمام السباحة. المعازيم رجالة وستات من أهم الناس في مصر، عشان كده الحذر مطلوب والفشل مرفوض، ولو اتقفشت اعتبر نفسك انتهيت.